ليه الزمالك خسر من الاهلي؟ خلينا نجاوب الاجابه الواضحه السهله اللي الكل عارفها، وهي المدرب اللي خسرك الماتش بتاع الاهلي هو يانيك فيريرا. مش بس فنيا لكن كشخصيه مدرب نفسه. 9 ماتشات منهم ماتش ديربي يخلونا نقدر نحكم بشكل كويس، والحكم هو ان يانيك فيريرا ما ينفعش. مش عيب، اختيار غلط اخترناه كلنا، وانا قاصد اقول اخترناه لان احنا بندعم جون ولسه هندعمه. ولو المدير الفني ده مشي وهو خلاص بنسبة كبيرة هيمشي، فالمدير الفني اللي جاي انا برضه هدعمه وهفضل ادعم الادارة الرياضية، لان ما عنديش اي استعداد ارجع للأقرع ولا صاحبه التاني الخرم ان هم يديروا اي حاجة ليها علاقة بالكورة. كفاية اللي عملوه اللي هو اصلا وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. طب ليه فريرا يمشي؟ هل عشان خسر من الاهلي؟ هل عشان النتائج مش قد كده؟ هل عشان كان كسبان والاهلي رجع عليه؟ اكيد لا. كل دي اسباب ممكن تحصل لاي مدير فني في الكوره، لكن فيريرا يمشي لانه شخصيا ما ينفعش مع نادي الزمالك. مشاكل كتير، عند وغباء، والحاجه اللي انا لا يمكن اسامح فيها وهو انه مدير فني جبان. بدات بدايه كويسه، ربنا كرمك بجون، بترجع من الدقيقه 30 يا فاجر، من الدقيقه 30 عايز تدافع وصاد فريق هو اصلا اقوى حاجه فيه خط هجومه. ده في شرع مين فهمك انك تقدر تعمل كده؟ ويا ريتك حتى بتدافع الصح. يعني لو هندافع يبقى نطلع ناس من الهجوم زي ناصر وكايد، وتنزل ناس في الدفاع زي مصدق زي الونش وتقلبها 5. لكن انت دافعت بنفس المجموعه اللي بتهاجم، اللي هي اكيد ما بتعرفش تدافع. مين قالك ان اللاعب عندنا ينفع هجوم ودفاع؟ انت فاكر انك هتعمل جيم دفاعي بكايد وناصر ماهر؟ لا، ده انت مدرب غبي. ونقطة انك جبان دي، لا دي نقطة كبيرة قوي. ايه حكاية الجون والنام دي؟ جون وننام عليه، جون وننام عليه، وهو سيناريو واحد بس، نضغط في الاول ونجيب جون، ربنا كرم وجبنا جون تاني الماتش خلص. لكن لو ما جبناش جون تاني الماتش يترجع علينا فيه. ليه؟ لانك مدرب جبان، مدرب ما تنفعش. عندك ايجابيات، في حاجات فنية الزمالك بيعملها، في حاجات فنية تغور بقى. كل ده في داهية، كل ده مش مهم، لان حتة انك جبان دي انا ما اقدرش اسامح فيها. ما ينفعش مدرب الزمالك يبقى جبان، عمره ما هينفع. الزمالك نادي كبير، عايز مدرب بشخصية كبيرة، مش مدرب غبي جبان عايز يدافع من الدقيقة 30. وانا بتفرج على الماتش انا كنت عارف ان الاهلي راجع بجون واتنين، لان خط هجوم الاهلي قوي جدا واحنا بندافع غلط، والراجل واقف بيتفرج زيه زينا، لا بيتدخل في تغييرات اللي هو اصلا لما بيعملها بيبوظ الفرقة. لكن حتى اتدخل بتغييرات دفاعية لا، حتى دي ما عملناش. بيدافع بنفس المجموعة اللي المفروض يهاجم ويستحوذ بيها. طيب ده مش غباء؟ وبعدين بيدافع من الدقيقة 30. انا نقطة انه بيدافع من الدقيقة 30 دي مجنناني. يا ابني ده الشناوي باصتين 3 4 كنت بتوصل له، ايه المبرر انك ترجع وتدافع اصلا؟ الاهلي خايف وكاشش ومش قادر يضغط ومش قادر يهاجم وقلقان منك، خصوصا بعد ما عملت الكورتين اللي في الاول. تقوم انت قايل له لا تعالى بقى يا عم اضغطني بخط هجومك القوي ده وتعالى في ال 18 بتاعي. طب يا ابني ما هو هيسجل فيك، هيسجل. انا كنت قاعد من بدايه الشوط الثاني وانا عارف ان الاهلي هيسجل، وكل الزمالكاويه كانوا عارفين، لان احنا مش هنعرف نصمد قصاد كل ده. انت شايف التغييرات بتاعته عامله ازاي، ويفضل يهاجمك وانت مش قادر انك تعمل الجيم ده، ومش عارف حتى تغير وتنزل لعيبه تساعدك في انك تعمل الجيم ده. مدرب غبي ضعيف جبان، واي حاجه فنيه قلتها في حقه هو كان يستحقها. لكن السمات الشخصيه احنا مش هنعرف نغيرها. انا استحملك وانت بتعمل تغييرات غلط، استحملك وانت بتستبعد لعيب وهو مهم، استحملك وانت بتخرف شويه في قرايتك للماتش، لكن ما اقدرش استحملك وانت ضعيف الشخصيه وانت غبي وانت جبان. الزمالك ما ينفعش يدربه مدرب جبان. خلاص هو اختيار غلط، مش عيب يا عم جون غير، مش عيب، اختيار غلط اخترناه كلنا معاك وما نفعش. لكن الاصرار على الغلط هيبقى اكبر من الغلطه نفسها. مدير فني خلاص ما ينفعش، وده مش عشان انا بقول ما ينفعش، ومش عشان ماتش الاهلي، ويا سيدي مش عشان غبي ولا جبان، لكنه عشان فقد الدعم الجماهيري. نادي جماهيري ما ينفعش يبقى فيه مدير فني فاقد للدعم الجماهيري. خلاص هي على كده قفلت وخلصت. لازم المدير الفني ده يتغير، مش هتنفع. محدش هيقبل منه اي نتيجة، محدش هيستحمل منه اي حاجة، حتى لو حاول بعد كده يعمل حاجة صح محدش هيقبلها منه. محدش هينسى له ماتش الاهلي. ماتش الاهلي ما بيتنسيش لا هنا ولا هناك. وغير انه مدرب غبي
وجبان، هو مدرب كمان عندي. قبل الماتش قلت لازم يكون موجود ناصر منسي والجزيري. الجزيري كان هيبقى مهم جدا في ماتش زي ده، خصوصا بالسيناريو اللي مشي في الماتش. لكن انت مستبعد الجزيري، الراجل غلط معاك وانت أدبته، خلاص خلصت بقى. مش هنقعد نعاقب نفسنا، انت كده بتعاقبنا. الجزيري انا ما بطيقوش، الجزيري ابيض، مش طايق اشوفه في الملعب. لكن المدير الفني الصايع اللي عنده خبرات يشوف ايه اللي يكسبه ويعمله. الجزيرة هينفعني في الماتش ده، هجيبه واضمه للماتش ده، وبعد كده ابقى استبعده تاني عادي. المهم عدي الماتش ده لانه ماتش ديربي ومهم والناس مش هتنساه. انا قلت ناصر منسي لازم يكون موجود، بس انت المدرب. انا ما بشوفش ناصر كل يوم، لكن انت قدامك ناصر كل يوم. ازاي بالجسم ده وبالحالة دي انت دخلته القايمة اصلا؟ يا راجل ده ايشه احق منه انه يخش. هل ده جسم لعيب كرة؟ هو خلاص شكل ناصر اتجوز وريح، وشكل لعبة الكرة دي مش هتيجي معاه سكة بعد كده. ده غير شيكو بنزا، الراجل عشوائي واداؤه مش كويس، ومش ده الوينج اللي احنا عايزينه في الزمالك والكلام ده كله كل الناس قالته. لكن ورقة مهمة جدا، انت مقتنع بكايد مع ناصر والتشكيلة دي كلها، واحنا معاك. وانا قلت ان دي التشكيلة اللي تلعب وانها مناسبة للاهلي، والتشكيلة دي بسببها كان هيجي جونين في اول 10 دقايق. لكن ما تستبعدش شيكو ورقة مهمة. طب شيكو لو كان معاك النهاردة مش كان نزل مكان عدي؟ سيبك يا عم من الجزيري، كان ممكن تنزله مهاجم مكان عدي بعد ما اتصاب، كان ممكن تنزله بعد كده مكان كايد. ورقة مهمة للضغط، ينقلك بالكورة يجري او يخبط فيهم ويخبطوا فيه. لكن انت بعت بزيرة في الماتش ده، لان كايد طري زي الزفت وناصر باشا ماهر. طبعا انا اتكلمت على ناصر من اول الموسم، انا قايل اللاعب اللي بيلعب ماتش وخمسة لا ويجيب جون ويضيع لي 5 ويقعد يتمرقع لي بالكوره، انا اللاعب ده بيجيش معاه سكه، والكلام ده انا قايله من اول الموسم، تقدر ترجع للفيديوهات. لكن شيكو كان مهم، عامل معاك لقطه، عامل معاك مشكله، يا عم ضم الام الماتش ده وبعد كده ابقى هوره في داهيه. ده غباء مدرب، دي خبرات مش موجوده عند المدرب. يبقى اوتوماتيك كده مدرب ما ينفعش يكمل في الزمالك خلاص، ايا كان الفنيات اللي عنده، ايا كان اللي بيحاول يبنيه. ومش عايزك تفتكر ان انا بغير كلامي او ان انا كنت بدعم فريرة. انا ما بدعمش فريرة. ليه فريرة؟ انا بدعم النظام والسيستم والاسلوب، وان مش كل حاجة نغير مدرب زي ما انا قلت. لكن بعد 9 ماتشات اعتقد كفيل للحكم، خصوصا ماتش الديربي ده وكمية الغباء والقرارات الغلط والشخصية الجبانة اللي اظهرها فريرة في ماتش زي ده تخليه فعلا ما ينفعش يكمل. وما ينفعش حد يقول لك حاجة غير كده، ومحدش يضحك عليه. المدير الفني ده ماشي ومسألة مشيانه وقت، لكن مش عايزك تعمل فيها ناصح وتيجي تقول لي انا قايل من تاني ماتش ولا من تالت ماتش ان مدرب ما ينفعش. على فكرة كلمة انا قايل من تاني ماتش او تالت ماتش ده معناه انك غبي، لان زي ما قلت قبل كده تاني وتالت ماتش ايه اللي انت لحقت تحكم فيه؟ طب انا بكلمك بعد 9 ماتشات، هو ده التقييم الصح. غير كده يبقى انت كنت بتراهن على الفشل، والرهان على الفشل سهل يا غالي، لكن الرهان على النجاح والصبر هو اللي صعب. فما تجيش تعمل نفسك فاهم دلوقتي. طبعا مش عايزك تنسى كلامي، مش معنى اللي انا بقوله ده ان احنا نهد خلاص مدير فني واخترناه غلط، وان شاء الله نصحح الغلط ده وخلصت على كده. لكن عندنا فريق ممكن يبقى كويس بالتدعيمات اللي لازم تتعمل في يناير، واللي ما ينفعش تقل عن 4-5 تدعيمات بالمناسبة، وهنبقى نتكلم عليهم بعدين. لكن عندنا نواة لفريق كويس. فريقنا لسه متصدر الدوري على فكرة، يعني احنا لسه موجودين في المنافسة. محدش يوهمك ان انت وقعت او ان انت خلاص كده ترمي فوط الموسم، الكلام ده مش حقيقي. لسه الزمالك في صدارة الدوري، لسه الزمالك حظوظه موجودة في كل حاجة، لسه نقدر نصحح ونكمل اللي بدأناه. فاكتر من ان احنا نغير مدير فني مش عايزين نروح لسكة ابعد من كده، وانت فاهم قصدي.